گهدارن هجا دنباش و سلاو و ریز شورت خلک گنودش کوشیا تکنوشیان. گهدارن دلال دوی خلکه ده و بریس علی یک و دوار سیانه ده کرد که وشمرل سر دیویدی و کشین ویب آخوه. گهدارن دلال که ام بهفره گهداریا و زانیاریا بکن. علي بنأهل فيك بفقرة جديدة من فقرات تكنوشيان. أهلا وسهلا. علي بهي الفقرة بدنا نسألك عن الدي في دي، مشاكله وطرق تصليحه، يعني أغلب المشاكل اللي بتصير بالدي في ديات وطرق تصليحها كمان تحكينا عنها. طبعا هذا الجهاز مثل أي جهاز إلكتروني، يعني في له قسم للتغذية، قسم مثلا مسؤول عن الصوت والصورة، وقسم لتشغيل الأقراص، وقسم للتحكم. يعني بالبداية يعني في عنا قسم التغذية، هو قسم طبعا مهم لأنه هو بيحول الكهرباء للجهد المناسب لتشغيل باقي القطع الموجودة بهذا الجهاز. يعني في عنا من مشاكله مثلا ممكن أنه الجهاز ما بيشتغل نهائيا، أو في عنا خلل لأنه هو يعني مسؤول عن تحويل الكهرباء 220 فولت ل 12 فولت و5 فولت مشان تشتغل باقي القطع الموجودة جوا الدي في دي. فإذا صار في مثلا خلل أو نقص بال 12 أو 5 فولت، فهذا الجهاز يعني طبعا ما راح يشتغل، أو حتى ممكن إنه إذا اشتغل الجهاز ممكن إنه الباب ما يطلع. يعني في له تأثير بشكل عام على الجهاز. يعني طبعا إذا كانت عم تواجهنا أي مشكلة بالتغذية، ففينا عن طريق فحص قطعة التغذية يعني ببين معنا إذا في خلل ولا لا. أما إذا ما في خلل طبعا بننتقل للقسم الثاني مسؤول عن الصوت والصورة، مثلا عن تشغيل العدسة، عن تشغيل حتى الواجهة. طبعا بالقسم الثاني في له جوا معالج، هذا المعالج مسؤول عن الصوت والصورة وعن تشغيل العدسة. من ضمن القسم الثاني في عنا اي سي مسؤول عن تغذية الموتورات، الموتور اللي بيحرك القرص تبع العدسة، او حتى اللي بيفتح الباب تبع الدي في دي، كمان حتى تغذية واجهة الدي في دي عن طريق هذا القسم. هلا ممكن انه مثلا مرات نشغل جهاز الدي في دي، ممكن انه يشتغل يبين علينا ضوء بس ما بيبين علينا شيء بالشاشة تبعه، اي كتابة. هاي الشغلة ممكن اما المعالج تبعه بيكون مضروب، او في احد مثلا المكثفات او المقاومات المسؤولة عن تغذية المعالج هي بتكون سبب لهالمشكلة. طريقة التصليح لنا طبعا طريقة التصليح كل القطع الإلكترونية طبعا بدك تفحصي القطع لتوصلي لسبب المشكلة. طبعا عن طريق الفحص بتبين مثلا القطعة المضروبة أو اللي عم تسوي خلل، فينا نبدلها وبرجع الجهاز طبيعي. في عنا كمان أكتر مشكلة مثلا دارجة إنه مرات الباب ما بيفتح، فأما هذا كمان موتوره بيكون الموتور تبعه مضروب، أو عنا اللقشات فيه رخاوة، بهالحالة يعني ما راح يطلع معنا الباب لبرا. وفي عنا كمان مشكلة هي وقت اللي بنشغل القرص، يعني بتطلع الصورة مكسرة، أو مرات بيكتب إنه ما في قرص جواته. طبعا إذا كنا متأكدين إنه القرص سليم 100% يعني ما فيه أي مشاكل أو أي خدوش، فهذا الموضوع بيرجع للعدسة. طبعا العدسة في لها اتصال عن طريق فلاتة بينه وبين القطعة المسؤولة عن تغذيتها طبعا، فهي نتيجة الحركة الزايدة للعدسة ممكن انه يصير في قطع بالفلاتة. بهالحالة راح يصير في عنا خلل بقراية الأقراص، او مع يعني مرور الزمان ممكن انه يكون في صار طبقة من الغبرة او اي شيء ممكن يكون داخل، يعني بيكون فوق راس العدسة. يعني هذا الشيء بيمنع قراية الأقراص بشكل نظامي. فيعني بهذه الحالة فينا نفتح الجهاز طبعا، او نطلع على راس العدسة يعني ننظفه. طبعا فيه هو له قراص تنظيف خصوصي، او فينا عن طريق قطني نمسح راس العدسة، وبهالحالة فينا نتخلص من المشكلة. واذا يعني ما راحت المشكلة ممكن في عيار للليزر تبع العدسة، ممكن انه نقويه شوي او نضعفه، يعني حسب ما يصير قراية القرص تمام. فبهالحالة يعني بيكون المشكلة راحت. علي بنرجع نتشكرك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم. گهدارن هجا ام گهان داویا خلکا خو و هتا خلکا کادن هین بمینن تخشیده.